السلام عليكم. من يوم ما تركوا الدوري الإسباني فقد هالدوري قيمته وبريقه ورونقه واهتمام الجماهير فيه. حتى كلاسيكو الأرض صار بلا طعمة ولا نكهة ولا لون. واليوم وبظل احتمالية عودة ليو ميسي للنادي الكتالوني والمطالبة بإعادة الدون البرتغالي لريال مدريد، فهل ممكن نرجع مرة تانية نشهد هالكلاش الهائل والمروع بين أفضل من أنجبت كرة القدم بالتاريخ؟ بالطبع أفضل لاعبين بالتاريخ اتقاسموا المجد والبطولات لسنوات طويلة. دهيتين حققوا كل الألقاب الفردية والجماعية الممكنة باستثناء إنه الدون البرتغالي، وللأسف لغاية الآن ما قدر يحقق كأس العالم يلي بيطمح له أي لاعب داخل المستطيل الأخضر. أيقونتا الكرة الحديثة، الأفضل والأعظم والأقوى. هالسلسلة واللي هي سلسلة الأفضل كنا دائما عم نعملها بشورتس، بس لما نحكي على رونالدو وعلى ميسي بالطبع ما فينا نحكي بشورت صغير. وهون لازم نوقف عند نقطة مهمة. لما نقول رونالدو وميسي يعني عم نحكي عن عظمة وإنجازات وتاريخ وبطولات وأهداف، ولهيك ما فينا نحكي عنن بشورت. وقد ما حكينا بفيديوهات راح نضلنا مقصرين اتجاه هيك اثنين لعيب. بالطبع الاثنين هم أكثر اثنين شهرة بعالم كرة القدم. اليوم راح يكون في عنا 10 معايير، وكل معيار راح يكون من 10 نقاط، وراح نعطي كل لاعب منهم درجة على كل معيار. وبآخر الفيديو راح نحكي عن مجموع النقاط الإجمالي لكل لاعب، بالإضافة كيف فينا نستخدم كل لاعب بأي طريقة لعب معينة بحال لو كنت أنا المدرب. وقبل ما نحكي بالمعايير بالتفصيل حابب أنوه لشغلة، واللي هي إنه المعايير بتختلف من مركز لمركز. يعني بالطبع مهام اللاعب الهجومي غير لاعب الوسط أو الدفاع. وبالإضافة لهالمعايير خليني أحكي لكم عن معيار خاص فيني أنا، واللي هو إنه أي حد عم يحضر الفيديو لازم يحط لايك للفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، بالإضافة للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ومش بس هيك، كمان فيكم تروحوا وتتابعونا على حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي حتكون موجودة بالديسكريبشن. جاهزين للصراع الدموي اللي راح يكون بين أفضل اثنين عرفتهم البشرية بتاريخ كرة القدم؟ خلينا مع بعض نشوف هالكلاش الناري. المعيار الأول واللي هو معيار التسديد. بدون شك اللاعبين بيتمتعوا بمهارة تسديد أكثر من ممتازة، بس ميسي بمهارة التسديد بميل للجانب الفني والإبداعي، أما رونالدو بيعتمد على قوة إجره بالتسديد. درجة ميسي بهالمعيار هي 9 نقاط مقابل 8 نقاط لرونالدو. المعيار الثاني هو المهارة الفنية. تميز ميسي بمهارة فنية عالية مع قدرته على الحركة والتلاعب بالكرة بشكل مدهش. من ناحية تانية يعتبر الدون البرتغالي الأفضل بالكرات الرأسية وبمهارة التحكم بالكرة مع إمكانيات فنية رائعة. بس بهالمعيار أروح مع ميسي وأعطيه 10 نقاط مقابل 8 نقط للدون البرتغالي رونالدو. المعيار الثالث هو معيار السرعة. تعتبر السرعة مهم كتير بعالم كرة القدم، ولا شك فيه انه اللاعبين بيتمتعوا بسرعة خارقة جدا. بيتمتع رونالدو بسرعة كبيرة جدا وبيتفوق على ميسي بهالنقطة، لهيك راح اروح مع رونالدو واعطيه 10 نقط مقابل 9 نقط لميسي. المعيار الرابع هو معيار التمرير، واللي تعتبر من أهم المهارات بعالم كرة القدم. يعتبر الليو من أفضل اللاعبين بهالمهارة بفضل دقته بتمريراته واختياراته المناسبة. بالتالي ميسي بيحصل على 9 نقط مقابل 8 نقط لرونالدو. المعيار الخامس هو معيار اللعب الجماعي. ميسي بيتمتع بالقدرة على اللعب الجماعي والتعاون مع زملائه بشكل أفضل من رونالدو، فهو بفضل التمركز والاستحواذ على الكرة لفترات أطول. أروح مع ميسي وأعطيه 9 نقط مقابل 7 نقط للدون البرتغالي. المعيار السادس هو معيار اللياقة البدنية. اللياقة البدنية بتعتبر إحدى أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة باللاعب. لما نحكي على اللياقة البدنية والقوة البدنية أكيد هون
المقارنة بين رونالدو وأي لاعب راح تصب لصالح الدون البرتغالي. أروح بهالمعيار مع رونالدو وأعطيه 10 نقط مقابل 9 نقط لليو ميسي. المعيار السابع هو معيار المهام الدفاعية، والاثنين بهالمقارنة مش مختصين بهالمهمة، بس الأفضلية هون بتروح لميسي لأنه لعب أدوار دفاعية أكثر من رونالدو، وهالشي شفناه لما كان عم يلعب بوسط الملعب وقادر إنه يعقد أي مهمة مهاجم بواجهه. بس رغم هيك ميسي رح ياخد 7 نقاط مقابل 6 لرونالدو. المعيار الثامن هو الحزم والصرامة، ولما يتعلق الأمر بإدارة المباريات بنشوف اللاعبين عندهم قدرة كبيرة بالحزم والصرامة، بس الكفة هون بتروح لرونالدو لأنه أكثر مثابرة وحزم داخل الملعب وبحبش يخسر أبدا، وهالشي شفناه بأكثر من موقف، ولعله أبرز موقف كان بيورو 2016 بالمباراة النهائية أمام الديوك الفرنسية، بعد ما شفناه خرج بإصابة وبعدها وقف على خط التماس وراح يوجه اللاعبين تعون المنتخب البرتغالي. بالطبع رونالدو هون راح يحصل على 10 بوينتس مقابل 9 بوينتس لليو ميسي. المعيار التاسع هو معيار اللعب بالمواقف الصعبة. تعتبر القدرة على اللعب بالمواقف الصعبة واختيار القرارات الصحيحة بوقتها من أهم ميزات عالم كرة القدم، وهون رونالدو بيتفوق بدرجة واحدة بعد حصوله على 9 نقاط مقابل 8 نقاط لميسي. المعيار العاشر والأخير هو معيار التسديدات الرأسية. بالطبع الدون البرتغالي أفضل بهالمعيار، وهالشي كان واضح بكثرة أهدافه اللي سجلت بكرات رأسية، بالإضافة لقدرته على الارتقاء فوق بالعالي، ولهيك رونالدو راح يحصل على 10 درجات مقابل 8 درجات لليو ميسي. وهيك بيكون أقوى كلاش بتاريخ البشرية انتهى بفوز ليونيل ميسي البولغا الأرجنتينية ب 88 نقطة مقابل 86 نقطة للدون البرتغالي صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو. أما بما يخص توظيف اللاعبين بأي خطة، لو كنت أنا المدرب وبحال اعتمدت أسلوب اللعب الهجومي والإبداعي، بالتأكيد راح أختار أفضل لاعب بالتاريخ ليونيل ميسي لهالمهمة وليكون قائد الفريق اللي عم بلعب فيه. أما بحال اخترت اللعب بأسلوب الهجوم المنظم والدفاعي، فبالتأكيد رح أختار الدون البرتغالي هون ليكون قائد هالفريق، لأنه عنده قدرة على التحفيز والجرينتا والقيادة العظيمة ليقود هالمجموعة. وبشكل عام فينا نحكي إنه رونالدو وميسي هم أفضل لاعبين بالتاريخ وما حيجي زين، لأنهم بيمتلكوا المهارات والقدرات الفريدة من نوعها يلي بتجعلهن بكفة وباقي اللعيبة بكفة تاني. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هالفيديو. طبعا رأيكم مهم، اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهالمقارنة وانتم مين بتفضلوا. بالنهاية كلها آراء شخصية ولازم نحترم بعض بهالآراء، وخلينا نعمل هالتحدي وإنه نوصل هالفيديو لأكبر عدد من اللايكات الممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.